هو صحيح ليه لما بيلاقوا حد مجنون بيقولوا عليه ده بدنجان؟ وايه علاقة البدنجان بالجنان؟ اقولك انا بقى يا ستي، البدنجان كان الوجبة الرئيسية للمرضى في مستشفيات الأمراض العقلية. وده ليه؟ ده لأن البدنجان بيحتوي على كمية كبيرة من الأسيتايل كولين اللي هو ناقل عصبي مهم جدا لسلامة المخ والأعصاب، لأن أي أوامر المخ بيرسلها للأعصاب ما بتستجاب عن طريق مادة الأسيتايل كولين دي. عشان كده هم كانوا بيقدموا لهم البدنجان كغذاء مساعد في علاج الأمراض العقلية اللي عندهم. شفتي بقى، يعني البدنجان طلع بيعالج الجنان مش بيسبب الجنان. قوليلي بقى، كنتي تعرفي المعلومة دي قبل كده ولا أول مرة تعرفيها؟